السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. راح نساوي مخلل الخيار، طريقة سهلة وناجحة 100% بإذن الله. خلينا نسوي بسم الله. أنا عندي هون 4 كيلوات من الخيار مثل ما نكون شايفين. كل ما صغرنا حبات الخيار كل ما المخلل بينجح معنا أكتر. جهزت 3 مطربانات. هلأ راح أقطع هيك الخيار بهالشكل وأحطهم بالمطربانات مثل ما نكون شايفين. بحاول انقي هيك الحبات الخيار الناعمين احطهم بمطربانات الصغار، والحبات الكبار شوي راح احطهم بمطربان الكبير. هلا هون بنحاول هيك نميل المطربان لحتى هيك نصف الخيارات صف جنب بعضهم. راح اجيب كم حبة فليفلة من فليفلات الحدين كتير. راح اضيف على كل مطربان 2-3 من الفليفلة الحد حتى هيك نعطي شوية حدودية للمخلل. اذا كان في شوية حدودية بالمخلل بيطلع معنا اطيب. هلا كمان رح اعبي مطربان الكبير، بس مثل ما قلنا لازم نصف الخيارات صف جنب بعضهم لحتى هيك يسعوا. طريقة تقطيع الخيار حسب الرغبة. انا بحب هيك اعيف الخيارة مثل ما هي. في ناس بحبوا يقطعوها دوائر او بالطول حسب رغبتكم. عبيت الخيار بالمطربانات مثل ما شفتوا، حطيت الفلفل على الوجه كمان. هلا كمان رح اظبط المي والملح لحتى نضيفهم على الخيار. هلا عندي هون 2.5 لتر من المي تقريبا. كمان عندي هون كاسة ملح، راح اضيف 3/4 الكاسة، ما راح اضيف كل الملح. طبعا المخلل اذا نقصنا الملح بيرتخي معنا وما بينجح، لازم يكون الملح شوي كتير. راح اضيف معلقة اكل مليانة ملح الليمون. هلا راح ادوب الملح والملح الليمون مع المي على السوا. كمان عندي هون راس توم، راح اقشر التوم. اضيف كمان التوم على المخلل الخيار، بيعطينا التوم هيك نكهة طيبة للمخلل. كمان حتى حبات التوم بصير طعمتهم كتير طيبة وقت اللي هيك بتخللوا مع الخيار. راح اضيف للمطربان الكبير كاسة مخلل ابيض. طبعا خلل اللي عندي انا خفيف شوي، مشان هيك كاسة مليانة. انتو بتعرفوا خلي اللي عندكم اذا تقيل بتنقصوا شوي. للمطربانات الصغار راح اضيف نص كاسة كمان خل ابيض. طبعا ما شرط خل ابيض، اي نوع خل عندكم بيصير. ضفنا المي والملح والملح الليمون هيك على المخلل، وهيك شكل المخلل شايفين ما شاء الله. اذا عم تلاحظوا كمان هيك فورا تغير لون الخيار، صار يعطي هيك على لون ذهبي، شايفين ما شاء الله. هلا رح اضغط المطربانات على السوا واعيفهم على الزيت. طبعا اي نوع مخلل انتو بتخللوه لازم ما تفتحوا المطربانات قبل اسبوع 10 ايام. يعني لازم من اسبوع ل10 ايام لحتى نفتح ونشوف المخلل. بعد مرور اسبوع شايفين المخلل جاهز معنا، شايفين على اللون على الشكل. بسم الله ما شاء الله، طلع مخلل كتير طيب. مثل ما قلت لازم نترك المخلل من اسبوع ل10 ايام. طبعا انا لانه اولادي نقوا علي كتير، الله يحفظهم ويحفظ اولادكم اجمعين يا رب، كتير بحبوا مخلل الخيار. ومشان هيك فتحت بعد اسبوع. يعني اذا بتعيفوا المخلل ل10 ايام ازبط. طلع مخلل كتير طيب. راح افرجيكم شكل الفليفلة والخيار من قريب، شايفين ما شاء الله. هاد كان فيديونا لليوم، ان شاء الله تكون حبيتوا طريقة مخلل الخيار. بتمنى منكم تجربوا الطريقة وما راح تندموا بإذن الله. من فضلكم لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد. والسلام عليكم.